بدون رح وبدون تعب هتعملي العيش البلدي او العيش المصري بمنتهى السهولة على عين البوتاجاز، وهتديله لون تحت الشواية. بجد الوصفة جميلة جدا، من اول رغيف لاخر رغيف منتفخ، والعيش طري جدا بطريقة المخابز. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. عندي هنا بولة نزلت ب3 معالق كبار من الدقيق، ونزلنا بكيس من الخميرة الفورية. هننزل بمعلقة كبيرة ممسوحة من السكر. ببدأ أقلب المكونات دول مع بعضيهم، وبعد كده بننزل بنص كوباية من المية الدافية. ببدأ أقلب المكونات دول كويس قوي لحد لما كله يتجانس مع بعضه بالطريقة اللي انت شايفاها دي. في المرحلة دي بغطي عليهم بكيس بلاستيك، وبغطي عليهم بطبق وقماشة، وبسيبهم بالظبط 10 دقايق الخميرة معايا تتفاعل، واتأكد ان هي كمان نشطة. هنا بعد ما عدى عليها 10 دقايق شايفين الخميرة معانا. طبعا هنا في المرحلة دي هبدأ انزل عليها ب7 كوبايات من الدقيق، يعني كيلو دقيق بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها المية. ال7 كوبايات دول اللي اخدت منهم 3 معالق مع الخميرة. ونزلنا هنا بمعلقتين كبار من الردة دي بتجيبيها من عند اي عطار. وعندي هنا معلقة كبيرة من الملح، يبقى كيلو دي ليه معلقة كبيرة من الملح، وكيس من الخميرة الفورية، ومعلقتين كبار من الردة. هنبدأ دلوقتي ننزل بالمية الدافية. طبعا زي ما انتوا شايفين انا هنا نزلت بكوبايتين ونص من المية الدافية، ونزلنا بنص كوباية مع الخميرة في الاول، يبقى كده 3 كوبايات من المية الدافية. هبدأ اعجن العجينة بتاعتنا. طبعا ال3 كوبايات مية على ال7 كوبايات من الدقيق عجنوا معايا العجينة، وادوني عجينة طرية، بس مش هو ده القوام اللي انا محتاجاه للعجينة. فهرجع انزل بنص كوباية من المية الدافية تدريجي. نزلت هنا بربعها وبدأت اعجن، وبرجع انزل بالربع الباقي. بجد وصفة النهاردة سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص. هتسويها على عين البوتاجاز. بما ان في ناس كتير دخلت قالت لي ان الفرن عندنا مش بيشتغل فوق وتحت مع بعضه، نتصرف ازاي؟ فدي اسهل طريقة ممكن تعملي بيها حبة عيش لاولادك ويطلع معاكي من اول لاخر رغيف منتفخ. هتعمليه على عين البوتاجاز وهتكملي تسويته تحت الشواية. طبعا عجنتها كويس اوي لمدة 10 دقايق لحد لما العجينة بقى ملمسها ناعم بالطريقة دي وبتخلع معايا من الطبق. نزلت برشة من الدقيق، نضفت حروف الطبق بتاعنا، وبدأت ألم العجينة بالطريقة دي. شايفين العجينة معانا والله العظيم ممتازة. نبدأ نرش رشة من الدقيق، وبغطيها بكيس بلاستيك، بلفها بقماشة. الفرن عندي دافي طبعا ومطفي. بحطها كده على الرف الوسطاني، بسيبها لحد لما تتخمر. اخدت معاكي قد ايه تخمير؟ 40 دقيقة. طب اعرف ازاي ان هي اتخمرت بعيد عن الوقت؟ عشان عندي غير عندك لما بتحط العجينة في الطبق، لو هي نص الطبق بتبقى ايه على بال ما بتتخمر بتبقى ملت الطبق معاكي، يعني تضاعف حجمها. رشيت هنا على الرخامة الردة اللي انا قلت لكم عليها من عند اي عطار، بتجيبيها ردة للعيش طبعا. باجي هنا وبدرت ايديا بالدقيق، وببدأ اخد على قد كل كورة او كل رغيف، وببدأ ألمها كويس قوي كده من الحروف بالشكل ده، وببدأ أقلبها كده أخلي وشها ناعم من فوق. وبرجع تاني أكرر نفس الخطوات. ببدر إيدي بالدقيق ليه؟ عشان العجينة ما تلزقش في إيديا وأنا بقطعها، وكمان لسه كمان هنفردها. شايفين الجمال؟ أهم حاجة تلميها كويس قوي. ببدأ طبعا أحط الرغيف بنفس الطريقة او الكورة، وبسيب بينها وما بين اللي جنبيها مسافة عشان هترجع تتخمر تاني. هنا كنت غيرت اتجاه التقطيع عشان اوريكم ازاي بلمها. شايفين انا ماسكاها من النص، وببدأ اخد الحروف كلها للنص لحد لما بلم الكورة كويس قوي. برجع اكرر نفس الخطوات، بس في كل مرة ببدر ايدي بالدقيق عشان العجينة ما تلزقش فيها. طبعا زي ما انتوا شايفين انا قطعتها على 10 كور، في 7 كور منهم وسط و3 كور كبار بس كده. طبعا هبدأ اغطيهم كده بقماشة، وبسيبهم لمدة ربع ساعة 15 دقيقة، وبعد كده ببدأ افرد واسوي على طول. طبعا انا
على بال معدى الربع ساعة كنت انا مشغلة الفرن من ساعة ما غطيت العيش، وبدأت طبعا على طول سخنت الفرن ورجعت تاني عشان افرد العيش. هنا طبعا حطيت شوية ردة وعليهم رشة من الدقيق، وحطيت الكورة بتاعتنا وبططتها بايديا ما فيهاش اي حاجة غير ممكن تكون فيها اثر دقيق خفيف مكان ما انا رشيت دقيق على الردة. ببدأ افرد الكورة بتاعتنا كده من نص لبره لحد لما نرققها كويس قوي. اهم حاجة ترق معاك الرغيف لحد لما يبقى رقيق، ما تسيبهوش سميك عشان ما يطلعش سميك قوي ما بيبقاش حلو. احنا عايزين نطلعه بنفس النتيجة بتاعت بره. شايفين الرغيف معايا ممتاز، وده السمك بتاعه. عندي هنا صينية على البوتاجاز اللي انا هسوي فيها، سبتها على البوتاجاز لحد لما سخنت قوي، وعلى اعلى عين على البوتاجاز اللي هي العين اللي في النص، وحطيت الرغيف. اول ما بتلاقي الرغيف بتاعك بدأ يطلع فقاعات بالطريقة اللي انت شايفاها دي، بصي انا قربت لكم على قد ما اقدر بالكاميرا عشان تاخدوا بالكم. في المرحله دي بسحبها على طول، والفرن عندي على سخن على اعلى درجه حراره. بحطه على الشبكه. طبعا انا رافعه الشبكه لاقرب حاجه للشوايه من فوق عشان ياخد اللون على طول ما ينشفش معايا. شايفين انتفخ معايا من اول لاخر رغيف، منتفخ وطالع زي بتاع بره بالظبط، حتى نفس الطعم. يعني كيلو الدقيق اخد معايا بالظبط معلقه كبيره من الملح. شايفين الجمال وشايفين الحلاوه. وصفه النهارده بجد تستحق انكم انتوا تجربوها وتشيروها مع اصدقائكم عشان يستفيدوا بيها، لان بجد الوصفه خرافه وسهله جدا. كل الوصفات اللي بقدمها لكم كلها وصفات سهلة. اتمنى بجد اي وصفة محتاجينها تكتبوها لي في التعليقات وانا هعملها لكم باذن الله. شايفين الجمال والحلاوه، شايفين الرغيف بتاعنا. طبعا انا كنت حاطه قماشه على صينيه، ببدا اشيل العيش واحطه فيها واغطي عليه بفوطه عشان يبقى محتفظ بطراوته، وبرجع احط الصينيه على اعلى عين على البوتاجاز لحد وبنزل بالرغيف. طبعا احنا بنفرد الرغيف وبنسوي في نفس الوقت على طول، ما بنفردش ونسيبه يتخمر، لا انت بتفرديه وتحطيه على طول على الصينيه على البوتاجاز يتشمع، وبعد كده تشيليه تدخليه تحت الشواية على طول شغال عليه على اعلى درجة حرارة لحد لما ياخد اللون من فوق بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي ويطلع بنفس النتيجة. على طول بشيله من الصينية واحطه على قماشة وبغطي عليه بفوطة واكمل بنفس الطريقة دي. كانت وصفة النهاردة معانا سهلة وسريعة، ما اخدتش وقت خالص. العيش طري جدا، اقسم بالله الرغيف كبير جدا، اكبر بكتير من اللي انت بتشتريه من بره. يعني الرغيف مقارنة لو انت هتعمليه بالحجم بتاع بره ممكن يديكي 20 رغيف او اكتر. شايفين وصفة النهاردة، والعيش طري جدا كده وطعمه حلو قوي. اعملوه بنفس المقادير، يبقى 7 كوبايات دقيق اخدوا معايا بالظبط 3 كوبايات ونص من المية الدافية، كيس من الخميرة الفورية، معلقتين كبار من الردة، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الملح، وعجناهم كويس اوي لمدة 10 دقايق. امشوا بنفس الطريقة وانتوا هتطلعوا نفس النتيجة، والعيش هيطلع معاكم بنفس الجمال وبنفس التسوية. شفتوا التسوية من فوق ومن تحت جميل جدا والله العظيم. الاولاد اكلوه كده من غير اي حاجة من كتر ما هو طري جدا وطعمه جميل جدا. عايزة تفرزيه لو انت عاملة كمية بتسيبيه يبرد تماما وتحطيه في اكياس بلاستيك وتدخليه الفريزر لو انت عاملة كمية. بس كده. لو انتوا حابين ان انا انزله لكم ازاي تسووه في الفرن الغاز اكتبوا لي في التعليقات برضو وانا هعمل لكم الوصفة وانزلها لكم. اتمنى بجد تدعموا الوصفة دي بلايكات وبمشاركات كتيرة جدا، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله، واشوفكم في وصفة جديدة على خير.